ويشهد لهذا الحكم العظيم المخوف ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. أبو طالب شقيق أبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ينصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحوطه ويدافع عنه. ولما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلان من قريش، فكان يعرض عليه الإسلام، يقول: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له الرجلان: أترغب عن ملة عبد المطلب وهي ملة الكفر والشرك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية والسلامة، مع محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وشهادته له بالرسالة، لكنه لم يذعن ولم يقبل، فكان آخر حياته أن قال على ملة عبد المطلب ومات على الشرك. أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع له في تخفيف العذاب عنه، فشفع له، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله. دماغه أعلى شيء في بدنه، والنعلان في أسفل شيء، وإذا كان الأعلى يغلي فما دونه أشد وأشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا شفعت، أو لولا أنا في رسالتي التي كان يدافع عنها أبو طالب. الظاهر أنه للأمرين جميعا، لأن الله شكر له، بل لأن الله تعالى أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه لما قدمه للإسلام من نصر. ويؤخذ منه أن من نصر الإسلام ولو من الكافرين فله فضل، لأن الإسلام دين العدل، يعطي كل ذي حق حقه.